السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم شيوة الدنيا ام لوجين. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده ضمن سلسله حلويات العيد. غادي نوجد معكم صابلي اللي كيجي راقي بزاف في الشكل ديالو وكذلك مذاق خطير بواحد الكريمه اللي كتجي بنينه بزاف. كنتمنى هذا الصابلي هذا ينال الاعجاب ديالكم، وكذلك كنشكر الناس ديال انضموا معايا هاد القناه، شكرا لكم. وكنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وكذلك الناس القدام شكرا لكم بزاف من القلب. بلا ما نطول عليكم غادي نبدا معكم الوصفه ديالنا ديال اليوم. غادي نبدا معكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. اللي غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده. الزبده الا كانت حيوانيه يمكن تكون لكم تاخذوا 200 غرام، الا كانت هكا نباتيه غتاخذوا 250 مع كاس ديال السكر سنيده. غادي نضربوهم مزيان مزيان حتى غادي تذوب لينا ديك الزبده. وبالنسبه للزبده غادي تكون بدرجه حراره المطبخ. من بعد غادي نزيد نص كاس ديال الزيت بالتدريج بشويه بشويه، وحنا كنضربوا باعلى سرعه اولا بيدينا حتى غادي تذوب لينا الزبده تماما كما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد نكهه ديال الناطه وكذلك كاوكاو اللي غادي نطحنو مزيان حتى غادي يطلق ليا الزيت. تقريبا 2 المعالق اللي غادي يكونوا كبار وعامرين مزيان. هاد الا كنتو غادي ديروا هاد الصابلي بكاوكاو غادي ديروا الحشوه ديالو فيها كاوكاو، وكذلك كاوكاو ديروا كاوكاو كونكاسي وكذلك كاوكاو من الداخل. الا كنتو غديروها باللوز غادي ديروا اللوز من الداخل وفي الحشوه وكذلك في التزيين. غادي ناخذوا 2 ديال البيضات، بيضه غادي نخليوها بالبياض ديالها وبيضه غادي نحتفظوا بالبياض، يعني بيضه كامله وصفار بيضه وبيض البيض غادي نحتفظوا به. غادي نطرب هاد الخليط هذا مزيان حتى غادي نحصلوا على هاد الخليط هذا. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره ديال الكليكوز. علاش غادي نزيدوا الكليكوز؟ هو اللي تيخلي لنا القرمشه في الصابلي عفوا، وكذلك ما كيتهرسش لينا. واخا ديروا صابلي رقيق ما كيتهرش. غادي نزيدوا الدقيق الخاص بالحلويات بالتدريج، ما تكثروش لانه غادي يقدر يديرها بكم. حنا غنضيفوه بشويه بشويه وكنخلطوا كنقيسوا حتى غادي نعرفوا الخليط كيفاش داير. من بعد غادي نزيد واحد الخماره من فئه 8 غرام وغادي نبدا نخلط بالتدريج حتى غادي نحصل على هذا القوام هذا ديال الصابلي ديالنا. من بعد غادي نحتفظ بها بالبلاستيكه. الا كنت غادي نخدم به في نفس النهار غادي نحاول نديرو في المجمد 1 ساعه د المكانه ومن بعد غادي نخدم به. الا كنت غادي نخدم به حتى لغد ليه غنديرو غير في الثلاجه لتحت غير يشد راسو فلاشي لغد ليه غادي نبدا نخدم به. من بعد غادي نطلقوا ما بين 2 البلاستيكات على هذا الشكل هذا وغادي نقطعوه بالقطاعه الدائريه. هذا المقطع هذا كنتقطع ليا. من بعد غادي ناخذ بياض البيض اللي احتفظنا به من قبل غادي ندهنوها فوق الصابلي اللي قطعناها بقطعه صغيره اولا بالكاس الصغير، وغادي ندهنها بالشيته كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نديرو في كاوكاو كونكاسي اولا باللوز كونكاسي اللي بغيتو. من بعد غادي نستفوهم في اللاطه وغادي ندخلوها الفران اللي غادي يكون سخون من قبل ونردوا معها البال. دابا غادي نوجد معكم الحشوه اللي غادي نحتاج ليها 100 غرام ديال الشوكولاته بالسكر اولا غيش اللي بغيتو. غادي ندوبو غير شي شويه، يعني 100 غرام كتعادل لينا 15 قطعه ديال الشوكولاته اللي ما عندوش الميزان. غادي ندوبوها غير شويه ما غاديش نكثروا عليها. وغادي ناخذوا الزبده اللي غادي تكون مزيانه سبيسيال. غادي ناخذوا 80 غرام يعني تقريبا هكا 3 ديال المعالق اولا 2 معالق يكونوا عامرين مزيان مزيان. غادي ناخذوا واحد شاصي ديال الكاكاو اولا معلقه كبيره ديال الكاكاو. من بعد غادي نزيد كاوكاو اللي غادي نطحنو غادي يكون هكا بودغ. وغادي ناخذ تقريبا 2 ديال المعالق وغادي نخلط هاد الكريمه هذه مزيان. اما تضربوها بفرشيطه اولا طلعوها بالباطور اللي بغيتو. كنت انا ما قدرتش نديرها بالباطور لان ذهب لي الشوكولاط بزاف.
غادي نخليها شويه على ما تقبض راسها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هي غدا كتقبض راسها. غادي نحتفظ بها شويه على ما يوجد لي صابلي ويبرد ليا، ومن بعد غادي نخدم معاكم. درتو في بوش وعمرت به الصابلي على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نلصق جوج ديال لي صابلي بين مع بعضياتهم. بالنسبه للصابلي ما ديروهش غليظ بزاف وكذلك ما رقيقش بزاف، بحال هاد السمك هذا تقريبا ديال 1 سنتيم ولا 0.5 سنتيم. غادي نستمروا بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي. كما كتشوفوا معايا الكريمه كتجي روعه روعه. صافي من بعد ما ساليت غادي نبدا التزيين الاخر اللي غادي ناخذوا الشكلاط غادي ندوبوه ونديروه في بوش، وغادي نوقفوا الحلوه على هذا الشكل هذا وغادي نديروا خطوط بحال هذا الشكل هذا حتى غادي نساليو الكميه كامله. كما كتشوفوا معايا كيجي الصابلي راقي بزاف ورائع بالشكل ديالو. هذا هو الصابلي ديالنا تيجينا على هذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكذلك كنتمنى انكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتشاركوا الوصفه مع اهلكم واصدقائكم. واللي مازال ما مشترك في القناه هذه هي الفرصه انكم تشتركوا فضلا وليس امرا. انا كنوصل معكم نهايه الفيديو مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خديت لكم راحه الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم برعاية الرحمن والى اللقاء.